ننتقل، أو كنا نتحدث عن فنان تشكيلي سوري، هذه المرة نتحدث عن فنان من الإمارات. يجد شادي المطروجي في رمال الشواطئ مكانا مفضلا ليمارس موهبته في تطويع الرمال ونحت أشكال ذات الصلة بالتراث والحياة الاجتماعية لتوصيل أفكار ووسائل بأدوات بسيطة. للحديث أكثر ينضم إلينا في الاستوديو النحات الإماراتي شادي المطروجي. صباح الخير يا شادي. صباح النور، أهلا بكم أهلا المشاهدين. طيب ليش النحت على الرمل؟ الواحد ممكن يفكر يعني يمكن له علاقة بأنك أنت يعني مثلا نشأت جنب البحر. هي نعم. أنا من مدينة خورفكان. طبعا حتى في شواطئ عالمية وشواطئ مختلفة عربية بالممارسة أنت تشوف نفسك أنك عندك هذه الموهبة فتتطور شوي شوي. وهذا الفن موجود يعني في العالم، في دول أوروبا موجود. بس أنت من لوحدك اكتشفته يعني؟ أنا في نفسي اكتشفته لوحدي. نعم. طيب أنت يمكن تتميز أعمالك أن لها رسالة، وأنت يعني تتكلم أن هي تكون في العادة رسالة اجتماعية. كيف أنت تختار نوعية النحت أو القصة أو الموضوع؟ الأفكار الاجتماعية عادة تأثر يعني في الناس كثير. طبعا احنا بدأنا نشوف بعض من أعمالك لو تتكلم عنها. هذه يوم التدخين العالمي كان أمس. هذه مقبرة. سويت مقبرة المدخنين. نعم. كان هجوم عليهم مباشر. أيوه. فهذه رئة كانت الجهة واحدة منها دمج والجهة الثانية سليمة، على أساس يبين الفرق بين المدخن والسليم. أيوه. وهذا شخص طبعا ميت حديثا. أيوه. في المقبرة. وها كان الجمل وصاحب الجمل شيء من التراث. أيوه. طب شادي، بس يعني قد ايش يعني هذا مثلا عمل زي كده ايش بتستخدم عشان يعني تعمله؟ ايش الادوات؟ ادوات النحت هي المشرط السكين، الملعقه، الاشياء البسيطه هذه، زائد الماء والرمل. اي لازم يكون نوعيه رمل معينه ولا اي شاطئ ينفع؟ لا، كل الشواطئ كل الرمال، يعتمد على كميه الماء اللي تحطيها في الرمل بس. وقديش ياخذك وقت مثلا هذا عمل زي المدخنين او زي الجمل، انه قديش بياخذك وقت تشتغل عليه؟ المدخنين خذ مني 4 ساعات، امبارح سويته. 4 ساعات؟ اي 4 ساعات المساء كان. في اعمال ثانيه خذت 4 ايام. 4 ايام عمل. كان اسبوع المرور هذا خذ 3 ايام. طب وكيف يعني تخليهم يعني تبدا شغل فيهم وتخليهم ارجع ثاني يوم اكمل جزء ثاني بسيط. ما حد يساعدك بس وبعدين في احصل ناس يساعدوني، وفي عندي زميلي هيثم برضه يساعدني في بعض الاشياء. طب بس بعدين يعني خلاص بيروح تعبك هباء منثورة يعني انه رمل يعني؟ في الحقيقة يروح هباء منثورة، لكن هو يتم في أذهان الناس. أيوة. يتم في أذهان الناس، لأن الفكرة مش في المجسم الجامد. الفكرة في الفكرة اللي وراء المجسم هذه طبعا تظل في أذهان الناس. هذا حصان شاركت في أول ظهور فيه كان مهرجان عالمي النحت على الرمل كورنيش أبو ظبي. ايه. مهم التوثيق يعني شادي لأعمالك، يعني هنا تظهر أهمية توثيق أعمالك. طبعا احنا الفنانين هذا النوع من الفن يحتفظ في مكانين، يا في ذهن الشخص يا في تليفونه من خلال التصوير يعني. طيب وبعدين ايش يعني ناوي مثلا تستمر في هذا المجال، ولا ناوي مثلا تجرب اشياء اخرى كمان؟ هو انا شفت نفسي في هذا الفن النحت على الرمل، وان شاء الله بنستمر حتى نكون للعالميه نمثل الامارات في فن النحت على الرمل. مش كل ما نكسر قاعده الاجانب شوي. أي. كل مره نشوف هذا الفن من اجانب. صحيح. فان شاء الله نسوي فريق معين يمثل الامارات في هذا الجانب. طبعا احنا كنا شفنا سياره، والان يمكن مدينه نوعا هذا مسجد الشيخ زايد سويته في فن ابو ظبي 2012. عندك اولاد يا شادي؟ لا انت اولادك ان شاء الله حيكونوا اسعد اولاد في العالم. يعني انت حتكون اكثر اب كول في البحر، يعني اللي بيعرف يعمل كل الصوره الماضيه كانت يوم الام. كانت ام حاضنه ولدها، وهذه هذا كان حمله ابو ظبي تقرا اللي سوتها ابو ظبي بالتزامن مع معرض الكتاب. كانت الفكره من وراء المجسم هذا انه انت مالك عذر انك لا تقرا، سواء كنت سليم او كنت من كبير السن تستخدم العدسة، أو حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كنت من العمي تستخدم كتاب برايل بوك. عندك أي موضوع أو رسالة أنت حاب توصلها ولسه يمكن ما نحتها؟ حسب الموضوع. الحين لسه بدور في الإنترنت بشوف شو الأحداث العالمية
نعم. اللي ممكن أنا أعبر فيها عن الرمل أو حتى الأحداث اللي هي داخل دولة الإمارات. مجسم مفضل من كل اللي أنت عملتهم؟ هذيله؟ في واحد كده أقرب لقلبك؟ كلهم أولاد. يعني دائما كده يكون في واحد. أسبوع المرور وأبو ظبي تقرأ. هذه أقوى رسائل اجتماعية كانت موجودة. طبعا احنا نتمنى لك التوفيق. النحات الإماراتي شادي المطروشي ضيف صباح العربية، شكرا لتواجدك. شكرا يعطيكم العافية. شكرا.